لو انت بنوته ومحتاجه ان انت تهتمي بجسمك، او لو انت من النوع اللي جسمه بيعرق، لو عروسه ونفسك كده ريحتك تكون فواحه ومفحفحه ومش بتحبي الخلطات الطبيعيه، عاوزه اقول لكم ان عبد الصمد القرشي عمل مكعبات جديده اسمها مكعبات المسك. المكعبات دي يا جماعه بجد طفره في عالم العنايه بالجسم، هتخلي ريحه جسمك فواحه. بصوا المكعب ده صغير قد ايه، هو صغير بس بجد نينجا نينجا نينجا، هيخلي ريحه جسمك كويسه جدا. مجرد انك بتمسكي المكعب وتمشيه على جسمك، شمي بقى الريحه. وكمان طبعا احنا عارفين قد ايه الريحه اللي بتكون شرقي بتكون حلوه جدا. انا عن نفسي من عشاق الريحه الشرقي، المكونات بتاعتها كده تحس ان هو فيه فانيليا على مسك على عود على عنبر، بجد ميكس انت مش هتصدقيه، هيخلي ريحه جسمك كويسه جدا، هيخليكي ماشيه كده ريفريش طول اليوم. وبجد اللي هيقرب منك هيقول لك انت حاطه ايه على جسمك، بجد هيفرق معاكم يا جماعه. روحوا جيبوا مكعبات المسك بتاعه عبد الصمد القرشي، ولو حد عاوز يعرف يجيبها منين كلموني على الخاص وهقول لكم على المكان اللي انتم ممكن تستخدموها منه او تجيبوها منه، وكمان بارخص الاسعار.